مساء الجمال على مشاهدين قناة النهار، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المعمرجي. وزي ما عودناكم خلال الحلقات اللي فاتت إننا بنبدأ معاكم بفقرة المعمرجي حول العالم، ولسه مكملين جولتنا في نيويورك. النهاردة هناخدكم رحلة سريعة لاتنين من أهم مشاريع اللاندسكيب اللي غيروا شكل مدينة نيويورك بالكامل، وهم الهاي لاين وجزيرة هيثرويك أو ليتل آيلاند. فتعالوا نشوف إيه الحكاية مع بعض ونرجع نكمل باقي فقرات حلقتنا. احنا واقفين دلوقتي على واحد من اعظم مشاريع اعاده تدوير البنيه التحتيه في العالم، وهو ذا هاي لاين، المكان اللي كان زمان عباره عن خط سكه حديد على الجانب الغربي من مانهاتن، وبعد ما اتقفل واهمل لسنين اتحول النهارده كرمز للتجديد الحضري. طول المكان 1.45 ميل ومبني على فرع قديم من سكك حديد نيويورك المركزيه. الفكره بدات لما السكان شافوا النباتات البريه بتطلع لوحدها على المسار المهجور، فقررت شركه هندسه المناظر الطبيعيه لجيمس كورنر فيلد اوبريشنز بالتعاون مع استوديو التصميم ديلو اسكوفيديو وكمان رينفرو ومصمم الحدائق بيت اودولف انهم يحولوا المكان ده 360 درجه، وانهم يحولوه لنظام بيئي. الفكره كانت بسيطه لكنها عبقريه، وهي انهم يبداوا رصف المكان ويسيبوا النباتات تتسلل من خلاله عشان يبان ان الطبيعه رجعت تستعمل الحديد تاني. والمسارات زي ما احنا شايفين كلها معموله بذكاء، اجزاء من القضبان القديمه اتعاد استخدامها كصالات دواره للمشاهده، ومقاعد خشبيه جايه من غابات مداره بشكل مستدام. المكان اللي انا واقف فيه دلوقتي ده كان المسار بتاع السكه الحديد، عملوا مكانه دلوقتي العادات الخشبيه دي، وهتلاقوا فيه تحتها كمان العجل بتاع القطارات القديمه. والمثير للاهتمام بقى ان ذا هاي لاين ده مستوحى من ممر مرتفع اسمه كوليه فيرت في باريس اللي اتعمل سنة 1993، لكن نسخة نيويورك بقت رمز عالمي. فمن أول يوم افتتاحه سنة 2009 بقت نقطة جذب رئيسية، وده خلق حركة تطوير عقاري ضخمة. المنطقة اتنشطت بالكامل واتفتحت متاحف زي متحف ويتني اللي صممه رينزو فيانو. تاني مكان معانا اللي قلنا لازم نتكلم عنه برضو النهارده هو المكان اللي احنا واقفين قدامه ده، اللي هي ليتل ايلاند او جزيره ليتل. والجزيره دي بقى تصميمها المعماري مش شبه اي حاجه تانية، فهي كأنها جزيره طايره فوق نهر هيدسون. بتعتبر الجزيره دي واحده من اجرأ واغرب افكار اللاندسكيب في العالم، وفي البدايه هي كانت بمثابه حلم عند رجل الاعمال باري ديلر سنه 2014، لكن ساعتها كان في دعوه قضائيه وقفت المشروع واتلغى تماما سنه 2017، وبعدها بشهر رجع تاني للنور بسبب تدخل حاكم نيويورك وقتها وقدم تمويل عشان ينقذه. فتم البناء رسميا سنه 2018 واتفتح للجمهور في مايو 2021. الجزيره مصممه بالكامل من هيثرويك استوديو للهندسه والتصميم المعماري، ومساحتها 2.4 فدان، مبنيه فوق 132 وعاء خرساني على شكل زهره توليب، كل واحده مختلفه في الارتفاع. الاوعيه نفسها متشاله على 280 كومه خرسانيه داخل النهر، وده واحد من اعقد الاعمال الهندسيه اللي اتعملت في نيويورك. الهدف من الشكل ده ان الجزيره تبان كانها عايمه على الميه او كانها نبات كبر في النهر، وفي نفس الوقت الاحمال متوزعه بشكل ذكي جدا، والنباتات متربطه بعنايه عشان تمنع التعريه وتستحمل الرياح والميه. وعلى قد ما انها صغيره لكنها مليانه مباني مهمه جدا، فيها مدرج فيه 687 مقعد ومسارح صغيره للعروض ومساحات خضراء متعدده المستويات. ومن ساعه ما اتفتحت لحد 23 سجلت اكتر من 3 مليون زائر، واستضافت 572 عرض فني، وباري ديلر نفسه وعد بتمويل الصيانه لمده 20 سنه قدام. ده مش بس تصميم، ده حلم اتنفذ رغم كل المعوقات اللي قابلته عشان النهارده يكون واحد من اهم اللاندسكيب بروجكتس في امريكا كلها. وبكده نكون النهارده وصلنا لنهايه جولتنا في فقره المعمارجي حول العالم. نروح فاصل صغير ونرجع لكم مره تانيه. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ونبدأ بقى دلوقتي فقرتنا التانية، معلومة جديدة من المعمارجي. والمعلومة اللي معانا النهاردة من الصين، وهي مهنة تقطيع التلج اللي بتعتبر من أقدم المهن العبقرية اللي موجودة في الصين. تخيلوا معايا إن في ناس بتشتغل في درجات حرارة بتوصل ل 20 وممكن توصل ل 40 درجة تحت الصفر. مهمتهم إنهم يقطعوا كتل ضخمة من التلج اللي بيكون موجود على الأنهار والبحيرات المتجمدة. كل كتلة منهم بيتم تجهيزها ونقلها، بيغطوها بعد كده بطبقات تقيلة جدا من القش عشان تمنع وصول الحرارة، ويفضل التلج متخزن بالطريقة دي زي ما هو طول السنة. وخليني اقول لكم بقى ان الموضوع ده بدأ من حوالي 3000 سنة تقريبا، من عهد أسرة شانج الملكية،
لما بدأت العائلات الغنية والنبيلة في إنهم يجمعوا التلج ويخزنوه في أماكن مخصصة ليه عشان يستخدموه بعد كده في الصيف. وطريقة عمل المكعبات دي غريبة جدا، فهم بيستعينوا بقضبان من الحديد وآلات بيقدروا بيها ينفذوا شغلهم بسهولة، وكمان بيرسموا خطوط متوازية على الجليد بالمنشار عشان يقسموه لمكعبات كبيرة جدا. التلج ده بقى بيستخدموه في حاجتين. أول حاجة منهم إن هم بيستخدموه في أيام الصيف، لأن طبعا الصيف هناك بيكون حر جدا. الاستخدام التاني بقى واللي أنا بحبه جدا إن هم بيستخدموا التلج ده إن يعملوا منه منحوتات وتماثيل كبيرة جدا في مهرجان مشهور جدا اسمه هاربن، اللي بيزوروا أكتر من 1,000,000 شخص كل سنة. بتبدأ الاحتفالات بيه يوم 25 ديسمبر وبيفضل شغال حوالي شهرين، يعني زي اليومين اللي احنا فيهم دول. المهنة دي بقى بتتوارث بين الأجيال في المجتمع الصيني، وتعتبر واحدة من أصعب المهن في العالم. وده مش بس عشان قوة تحمل السقعة والظروف الجوية، لكن كمان عشان التخزين والتنظيم اللي بيخلي التلج متاح للاستخدام طول السنة، وكمان قدرتهم إنهم يحولوا أبسط المصادر لمتعة وفن وإبداع. ومن الحاجات الجميلة كمان إن العملية كلها منظمة لدرجة إن كل خطوة محسوبة، من تقطيع الكتل ورفعها ونقلها لتخزينها لتحويلها لمنحوتات في منتهى الجمال، وكل ده في ظروف طبيعية صعبة جدا. ونروح بقى لتاني معلومة واختراع جديد معانا، وهو نظام شفط الغسيل المركزي، واللي صدقوني هيفاجئ ناس كتير جدا وخصوصا السيدات. فتخيلي معايا كده انك تخلصي بقى من حكايه شيل الغسيل من اوضه لاوضه ومن دور لدور ومن غير زحمه ولا كركبه. النظام ده بمنتهى البساطه بيخلي الغسيل يروح من اوض النوم او الحمام لاماكن الغسيل على طول، من غير ما تشيليه بايدك ولا تمشي بيه في البيت كله. كل اللي عليك تعمليه انك تحطي الغسيل ده في فتحه مخصصه ليه بتتعمل في كل اوضه، وتدوسي على زرار والنظام بيسحب الغسيل كله جوه شبكه انابيب مخفيه في الحوايط لحد ما يوصل للغساله. الميزه الكبيره بقى في شفط الغسيل المركزي ان تصميمه بيكون بسيط ومخفي، يعني ولا شكل وحش ولا مساحات ضيقه. ده غير انه كمان بيحافظ على نظافه البيت من انتشار الجراثيم والروائح، لان النظام كله مقفول. فبدل ما الغسيل يفضل بيتنقل في البيت كله، بيتجمع بسرعه وكفاءه اعلى في مكان واحد. وعشان النظام ده مستخدم في المستشفيات والفنادق الكبيره، ابتدى دلوقتي يدخل البيوت الحديثه، لانه عملي وامن وبيوفر وقت ومجهود. والحقيقه ان في تعليقات كتير جدا جات لي من الجمهور لما نزلت الموضوع ده عندي على البيج، زي مثلا ان في حد قال لي احب اضيف ميزه استخدام الذكاء الاصطناعي انه يفصل الابيض عن الالوان. وحد تاني كتب لي تعليق ضحكني جدا بصراحه، وهو ان يعني بيقول لي ان النظام ده مش هينفع معاه عشان هم بيبقوا عايزين يغسلوا البطاطين الفتحات دي مش هتكفي البطاطين. وتعليق تاني قال لي ان احنا عايزين نعملها مثلا في الفيلا لما يبقى عندنا 12 طفل. وحد تاني قال لي ان مفيش اريح من كده، وان فاضل بس ان يبقى في جهاز تاني بيرتب لنا الغسيل، وان المهندسين خلاص يعني ما خلوش حاجه تانيه للناس ما عملوهاش. كل دي تعليقات جميله، واللي عايز اقوله باختصار ان نظام شفط الغسيل المركزي مش رفاهيه، ده حل ذكي ومبتكر بيخلي اداره الغسيل اسهل واسرع، وبيخلي البيت دايما منظم ومرتب. وفي النهايه احنا قدام اكتشاف واختراع جديد هيكون اضافه قويه في مجال الديكور والتشطيب والفرش. دلوقتي بقى هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم مرة تانية، لكن في سكتش يوم. استنونا. ورجعنا لكم من الفاصل مع فقرة سكتش يوم. معانا ومنورانا ضيفتنا الدايمه المهندسه المعماريه يمنى الغنيمي، اللي هتكمل الرحله اللي بدأناها مع بعض، وهي فن استغلال المساحات في البيت بطريقه عمليه. اهلا بيك يا باشمهندسه يمنى. اهلا بيك. المره اللي فاتت احنا اتكلمنا عن طريقه توزيع غرف النوم الكبيره الماستر بيدروم، وازاي نحط فيها جزء للدريسنج روم. تعالي بقى نتكلم النهارده عن الغرف الصغيره وافضل طريقه توزيع ليها. ماشي. الغرف الصغيره دايما التشالنج فيها ان هي مش بتقدر تكفي كل الاحتياجات بتاعه الشخص اللي قاعد فيها، فخلينا كده نشوف طرق ازاي نقدر نقسمها سواء مين اللي هيستخدم الاوضه دي. تمام. اول حاجه لو احنا هنستخدمها مثلا لزوجين. طيب الاول نشوف الاوضه، هي الاوضه دي الطرقه اللي بتوزع لنا دي مساحه الاوضه. المساحه بتاعه الاوضه دي نسبيا صغيره، هي تقريبا 43 في 53. لو احنا نبدا نتكلم فيها، لو انا عندي ده اتجاه المدخل من الطرقه وعندي اتجاه الشباك فوق،
طيب اتكلمنا المره اللي فاتت المكان الامثل ان انا اوزع عليه هو الحيطه اللي جنب الشباك اللي هي هتبقى بتاعه السرير، قلنا الشباك يمين او شمال. ايوه قلنا مش احسن حاجه ان الشباك يكون في وش اللي نايم. بالظبط. طيب لو انا هستخدم المثال ده كده، طيب لو انا عايزاها اوضه الاثنين، انا عايزه مساحه حركه اكبر اقدر استغلها. انا احسن مثال عندي ان انا اسيب حتتين فاضيين واستغل الحيطه الثالثه هي اللي هعمل فيها، فانا يبقى عندي حتتين بس شغالين عليها بتاعه السرير واللي قدامها. طيب لو احنا اتكلمنا عن المره اللي فاتت فكره ان انا لما ارحل الباب واقدر استغل المساحه اللي في ظهره، احنا ممكن نعمل لو كده، لو احنا من الاول بنخطط ال2 دي ديزاين نقدر نحدد مكان الباب وبناء عليه نستغل المساحه دي. هنا استخدمناها للدولاب، والزوجين عاده بيبقوا عايزين تلفزيون، فنقدر في الديزاين بتاع الدولاب نقدر نعمل الديزاين بتاع التلفزيون. حتى لو انا عايزه مكتب اقدر كمان استغل الديزاين بتاعي في المكتب ده. تمام. طيب وكمان لو انا عايزه اعمل دريسر، انا ممكن اخد سايد من الكومود هو اللي اقدر اعمل فيه ادمج ما بين الدريسر والكومود بالشكل ده. طيب ده كده زوجين. لو احنا عايزينها للاطفال، انا ساعتها ممكن بدل ما كان السرير في النص، لا انا هخليه في السايد خالص. ليه؟ علشان اقدر استغل حرف ال ده هو اللي هعمل فيه كل الديزاين بتاعي عشان احتياجات الطفل، سواء العاب سواء مذاكره او لبس، يبقى خلاص ليه مساحه تخزين اكبر. تمام. طيب انا دمجت ما بين الكومود والمكتب، وكمان عملت حته للدولاب، والكورنر اللي فوق ده هو اللي اتبقى لي الجزء بتاع المكتب. بالظبط. طيب لو انا عايزه مساحه تخزين تانية، انا متبقي لي سايد تاني بتاع السرير اقدر اعمل فيه يا اما مساحه تخزين، يا اما لو انا من الاول خالص عايز اسس التلفزيون عشان لما يكبر ممكن اجيب له تلفزيون في الاوضه، بقى انا خلاص عندي مساحه فاضيه قدام التلفزيون اقدر اسس فيها. حلوه التقسيمه دي جدا. ليه بنعمل كده في الاطفال؟ بنحاول دايما في الاطفال نلزق كل حاجه في الحيطه وناخد كله يبقى متصل ببعضه، بحيث ان يبقى عندنا مساحه في النص فاضيه لحركه اكتر، واللعب الاطفال يبقى مناسب اكتر. فدي كده للاطفال. طيب لو انا عندي بقى طفلين، فانا عايز المساحه اكبر للتخزين او عايزه اوفر ده اكتر للتخزين، انا هجيب التلفزيون في السايد بتاع الباب اللي هو اوريدي واكل حته من الحيطه عندي، هخلي السرير يكمل، وساعتها اقدر اخد حرف يو بدل حرف ال اللي كنا واخدينه قبل كده. فده يخليني اقدر اعمل مكتبين مناسبين والدولاب بتاعي مناسب. خلاص انا بقى عندي جزء السريرين حتى ممكن اعمله دورين، وخلاص انا استغليت المساحه الكامله دي كلها للطفلين يقدروا يستغلوها. حلو جدا. بالظبط. فده بقى بيخلينا نقدر نوفر المساحه بتاعه اللعب، مساحه تخزين. حتى لو عايز اعمل الجزء ده يبقى دولاب تاني بيرد على الدولاب هنا، واخد السايد اللي فوق ده بس للمكاتب. بنحاول نخلي الفرش كله يبقى مترابط مع بعضه، ومساحه حركه نظيفه في النص. نوفر لهم مساحه في النص، يبقى احنا كده عملنا لهم مكان للهدوم ومكان للمذاكره ومكان للعب وكل حاجه. بالظبط كده. بشكرك يا باشمهندسه يمنى جدا على المعلومات الجميله اللي بتقولها لنا. ان شاء الله المره الجايه برضو نعرف معلومات حلوه وطريقه فرش فراغات مختلفه ان شاء الله. دلوقتي بقى نروح لفاصل صغير ونرجع مع فقره 2 شاي. رجعنا لكم مرة تانية من الفاصل، ودلوقتي وصلنا لفقرتنا الأخيرة وهي 2 شاي. في 2 شاي بقى احنا هنقعد قعدة رايقة مع ضيفنا اللي مشرفنا باشمهندس نضال بدر، مهندس المعماري والتصميم الداخلي اللي اشتهر بخبرته في تصميم الأساس والإضاءة والخط العربي كمان، اللي هنحكي بقى ونتكلم معاه النهارده عن أهم المحطات في مشواره وأهم وأبرز المشاريع المعمارية اللي نفذها. منورني يا باشمهندس. منور بوجودك. شكرا. قول لي بقى يعني اول حاجه كده، 2 شاي ولا 2 قهوه؟ 2 قهوه طبعا. طبيعي اكيد. ماشي. طيب طبعا طريقه الديزاين في المكاتب مش كل الناس بتشتغل بنفس الديزاين بروسيس، فاحكي لي بقى انتوا في الديزاين زون بتفكروا في البروجكت بتاعتكم ازاي؟ اهم حاجه في طريقه اي مصمم انه يكون عارف البروسيس بتاعته. البروسيس بتاعتنا قائمه على البحث اللي هي ريسيرش وكونسبتوال ديزاين. اهم حاجه احنا في اي مشروع لما بيجي لنا نسمع العميل كويس جدا ونعمل البحث بتاعنا على التخصص بتاع المشروع، نعرف المشروع ده بيكلم عملاء شكلهم عامل ازاي، هل هم مبنى عام، هل هو مسجد، هل هو مول، هل هو مدرسه. فكل مشروع من المشاريع مهم جدا نبص له بنقطتين، البحث بتاعه ونشوف مكانه موقعه الجغرافي هو ايه الحاجات المحيطة فيه، لانه ده هيفرق تصميم المشروع ده
من مكان لاخر ونوع المستخدم اللي موجود. اكيد. واحنا بقى من النقطه دي ممكن بقى ايه نبدا نتكلم عن مشروع من المشاريع الجميله اللي انا بصراحه بحبها جدا. ان انت كان عندك بروجكت في مكان ما بين 2 عمالقه من احلى المشاريع اللي موجوده في التجمع، وانت موجود بقى في النص، ومشروع اصلا اوريدي كان مبني منه الخرسانات بتاعته. فاحكي لي بقى عن الموضوع ده، وحليته يعني حليته التشالنج ده ازاي في يوفينيوز؟ صحيح، ده تحدي كبير جدا. واحنا متعودين دايما في ديزاين زون لما بنشتغل اي مشروع زي ما قلت لك بنبتدي بالكونسبت والريسيرش بالكونتكستوال بتاعنا. فاحنا في هذه المرحله قررنا انه احنا نبقى متناغمين مع اللي حوالينا من المشاريع الرائعه اللي حوالينا. فاخدنا بعض الافكار من او العناصر من هذا المشروع والمشروع الثاني ودمجناهم بطريقتنا الخاصه في المشروع، بحيث انه المشروع بتاعنا يتناغم مع المنطقه بشكل بسيط وسلس. لا الديزاين بصراحه بتاعه جميل جدا، واستخدام الاضاءه. طبعا انت من اساتذه اللايتنج ديزاين، فيعني اللايتنج ديزاين في البروجكت جميل. وشايف حتى الجزء اللي استخدمت فيه الواجهه اللي عملتها تكشد عشان اللايتنج ديزاينر يعرف يشتغل. دي احب اقول لك عليها لو تسمح لي. احكي لي. احنا عشان عندنا باك جراوند في اللايتنج ديزاين والاركيتكتشر، فاحنا بنعمل حاجه لطيفه جدا. احنا من ديزاين باللايتنج. طب ازاي ده؟ مشروع بالحجم ده لازم يكون له لايتنج ديزاين متخصص، فلازم نديله شويه عناصر يقدر بيها يعمل الاضاءه بتاعته ونريحه. لاننا احنا فاهمين ده، فجينا عند المداخل بالذات خلينا الماتيريال اللي هي الموحده على كل المبنى يبقى فيها غاطس وبارز. فبحيث انه لما يحصل لايتنج ديزاين في اللايتنج في الاريا على المسطحات دي بيبان جدا البارز والغاطس، وحتى لما الشمس تعدي عليها بتبان. فسواء كنت بالليل او الصبح، اختلاف الشيد والشادو واختلاف الاضاءه انها تكستشرد على الحيطان بتاكد وجود المدخل. كمان استخدمنا غيرنا بالتكستشر بتاع الخامه في حتة تانية ما بين الشبابيك، برضو عشان ندي فرصه لللايتنج ديزاينر ان هو ينور المناطق دي ويطلع المبنى بأبهى صوره يعني. لا والله يعني تسلم ايديكم، من احلى البروجكتس اللي انا بحبها في التجمع ومن اكتر البروجكتس المميزه. طيب تعالى نتكلم عن بروجكت تاني او تحدي مختلف بقى. لما جيتوا تعملوا السيل سنتر بتاع ساوث ميد، انا عارف طبعا المشاريع الكوميرشال دايما بيكونوا مستعجلين، فالسرعه مهمه جدا، والمرونه وطريقه سماع طلبات الكلاينت بتبقى يعني من الحاجات التشالنجينج برضو شويه. فقول لي برضو الموضوع ده اتصرفتوا فيه ازاي؟ يعني ده من اكتر المشاريع الصعبه. دي تقريبا واحده من اكبر السيل سنترز في الشرق الاوسط، صح دي كده؟ حقيقه. والوقت كان مضغوط جدا من وقت ما ابتدينا نشتغل ليوم التسليم، وكان في زي اختلاط الحابل بالنابل، يعني كله بيشتغل يعني مع بعض. تلاقي التصميم بيشتغل وبيتطور، والفيجن بتاعت المطور بتكبر وبتتعظم، والبلان بيبتدي من مكان بيطلع لحتة تانية بيكبر طول الوقت. ونفس الوقت لازم يتنفذ. احد الحاجات برضو اللطيفة جدا في ديزاين زون في التيم بتاعنا هي فكرة المرونة، انه نسمع العميل ونغير، والسرعة بالاداء دي محتاجة فريق عمل متجانس مع بعضه وفعلا قادر يتوافق مع الرؤية الكبيرة بتاعة المشاريع. تعالى بقى نروح لميديترينيو. البروجكت ده لما تبقى بتعمل بقى ديزاين لادمنستريشنال بيلدينج، في موظفين كتير وفي ناس شغالة، بيئة العمل مهمة جدا، ان هي الديزاين يساعد في انه يخلق بيئة عمل مناسبة والناس تبقى مبسوطة. عملتوا كده ازاي؟ بص هرجع اقول لك، فريق العمل بتاعنا كله ومكتبنا من الحاجات اللي لا انا رحت لكم المكتب وشفت فريق العمل وشفت البيئة الجميلة، بيئة العمل الجميلة اللي انتوا عايشين فيها. انا فخور جدا بفريق العمل، لانه زي ما انت عارف انه اي شركة هي كلها التكامل بتاعها مع بعض. المشروع ده فيه حاجة متكررة في كل البورتفوليو بتاعنا، انه دايما احنا بنبتدي مع المطور او مع العميل بمشروع ايا كان حجمه، وبعدين بتلاقينا دخلنا معاه في كل المشاريع التانية.
ميديترانيو حصل حاجه لطيفه جدا، ان احنا دخلنا عملنا رينوفيشن للمبنى القديم بتاعه، دور واحد بس بتاع المحاسبين وبتاع او الرقيات يعني. فالدور ده كان يعني ضلمه وطرقات والناس مقفله، ويعني اول ما دخلنا اتخضينا، ونقلناه من الشعور ده الى شعور الناس بقت مبسوطه، وبقت الموظفين هم ايوه بس بقوا يدخلوا يقول لك لا يا عم انا مبسوط جدا، وبص الصوت هنا ما بيرنش، والحراره لطيفه، والتعامل التجربه اللطيفه اللي احنا اضفناها للعاملين في المنطقه، ان هم بقوا فخورين بمكانهم. وده شجع الاونر او المالك انه يستعين بينا كمكتب في تصميم المجمع كامل الجديد. يعني هو عمل مبنى جديد، هو عنده مبنى قديم، احنا خدنا دور واحد، خدتوا دور واحد، عملنا مجمع من المخازن زائد الهيد كوارتر او المبنى الرئيسي. طبعا احنا في المشروع ده اول ما ابتدينا زي ما قلت لك الريسيرش وازاي نسمع للناس، عملنا لهم كويستشنير وسالناهم بتحبوا ايه وما بتحبوش ايه، وسالنا العميل برضو بيحب ايه، وعملنا كميه اماكن بره المبنى عشان كمتنفس. فبقى عندنا مسطحات كبيره تقدر تشوفوها بالصور، ليها شيدز، والناس تقدر تطلع من عده اماكن. كل دور له منفس، واحد رفيع، واحد مثلث طويل، واحد خلفي. فدي بتخلي الناس كده الناس تبقى بسعاده شديده اللهجه، وتخلي الناس فخوره وحابه المكان ده طبعا غير الاضاءه الطبيعيه بقى اللي عملتوها عشان تدخل بشكل غير مباشر من السان بريكرز اللي على الواجهات. صحيح. احنا اهتمينا جدا في المبنى ده انه يكون انه ازاي نهتم انه الشمس ما تبقاش مباشره على المبنى قد ما نقدر باستخدام اللوفرز، طبعا بالذات في المنطقه اللي هي الجنوبيه. تحيه كبيره لفريق العمل بتاعكم، الباشمهندسه سهى عمر، كان نفسي تكون موجوده معانا النهارده، بس انتوا بجد يعني دايما. طب احكي لي انتوا بتتفقوا ازاي مع بعض؟ يعني الايجو بتاع كل واحد يعني مش بتحس، بتتفقوا ازاي على الديزاينز مع بعض؟ اهم حاجه في العماره براينا، يعني دي المدرسه اللي جمعتني انا وسهى اكتر في الشغلانه دي، انه احنا فريق عمل. وزي انت لاحظت انه انا بقول لك احنا فريق عمل، هي ما فيهاش ايجو. في ناس بتحب يبقى ظاهر ايجو، لكن احنا مدرستنا انه احنا نسمع من العميل، دي تسمع من العميل تقراه، فهتلاقي مشاريعنا شبه اصحابها اكتر. عندنا روح بتاعتنا موجوده، الدي ان ايه بتاعنا موجود، ولكن دايما المشروع بتاعنا بيخلي الناس سعيده ومبسوطه. وده الكومنت اللي دايما بيجي لنا لما نروح ناس تروح بيو فانيوز، يقول لك انا لما بروح هناك بحس انه انا مبسوط. وده على فكره عشان الفيجن من الاول كان الريكوست كده، اتس اول اباوت يو. فهي كانت انه نبقى سعاد. باشمهندس نضال وباشمهندس سهى كان يعني من اكتر الناس اللي بحبها في الفيلد بتاعنا، ومن اكتر المكاتب المميزه، ودايما البروجكتس بتاعتكم جميله وبتتكلم عنكم وعن اسلوب شغلكم وتفاهمكم مع بعض. اشكرك حبيبي. للاسف الوقت جري. بشكرك يا باشمهندس نضال، نورتنا النهارده، وبجد انا مبسوط جدا ان انت جيت. ان شاء الله يعني نكون عملنا حلقه جميله اتكلمنا فيها عن البروجكتس الجميله بتاعتك وعن طريقه العمل في المكتب عندكم. وكل سنه وانت طيب، اتمنى لك سنه سعيده بالتوفيق دايما. وانت بصحه وسلام حبيبي يا باشمهندس. كده تكون خلصت رحلتنا النهارده مع المعمارجي. استنونا الاسبوع اللي جاي في رحله جديده. سلام.